الناس يا جماعه تفتح الفيديو بتاع اي فيديو قبل كده وتكتب في الكومنتات ايه؟ قول لنا كذا، قول لنا كذا. في يا جماعه حاجه كلكم سالتوا عليها وطبعا عايزين نتكلم فيها لان هو حدث مهم، نادي كبير والراجل جاي يدرب. احنا بقى تقول لي بقى بوتشيتينو زي ما سمعنا، ولا كومان، لا ده مساعد انريكي، لا ده مش عارف ايه. في الاخر اللي مسك برشلونه ارنستو فالفيردي. وبالمناسبه يا جماعه عشان الناس تقول انت بتنطق اسامي اللعيبه غلط، او بقى اسمه بالاسباني ارنستو فالفيردي عشان الفيديو بتنطق بيه في الباسكو وفي المناطق دي في كاتالونيا وحاجات دي. المهم فالفيردي بقى او فالفيردي، شوف انت عايز تسميه ازاي. الراجل ده يا جماعه كان اصلا بيلعب في برشلونه، لعب في اسبانيول، لعب في بلباو، والراجل ده بطل كوره خالص سنه 97. فالفيردي ده كانت بتحصل له حاجه غريبه جدا، ان هو اكتر انديه كان بيقعد فيها وممكن يدربها كانت الانديه اللي هو لعب لها اصلا. هو راجل مسك بلباو في 2002 وعرف ان هو يخلص بيهم مركز خامس. بعد كده راح على اسبانيول ووصل بيهم لنهائي كاس الاتحاد الاوروبي قدام سيفيا في 2006 وخسروا ضربات الجزاء. في 2008 خرج بقى بره اسبانيا اصلا وراح درب اولمبياكوس. في اول موسم ليه مع اولمبياكوس كسب دوري والكاس، بس النادي اللي كان عنده مشاكل ماليه فاضطروا ان هم يضحوا بيه ويمشوا الراجل، رغم ان الجمهور والاداره قالوا له احنا بنحبك وعايزينك ترجع تاني في يوم من الايام. الراجل رجع تاني اسبانيا، رجع لفيا ريال. ايه اللي بيحصل في فيا ريال؟ كان مانويل بيليجريني ماشي عشان يروح يدرب ريال مدريد. لما رجع فيا ريال هو مسك النادي، قعد معاهم موسم وبعدين ما كملش. راح بعد كده رجع تاني اولمبياكوس، دربهم، كسب معاهم دوري في اول سنه برضه، وقام رجع تاني بسبب عيلته واهله. رجع اسبانيا، رجع على فالنسيا، وصل بيهم مركز خامس وما عرفش يتاهل للشامبيونز ليج بسبب اخر جول من نجريدو في اخر جوله خالص في الدوري. وبعد كده راح درب اتلتيكو بلباو. لما درب اتلتيكو بلباو في تاني مره قعد معاهم 4 سنين، طلع لعيبه كتيره جدا، لان اتلتيكو بلباو من طريقه لعبهم، والراجل ده متعود على كده ان هو بيلعب دايما باللي موجود في ايده، باللعيبه اللي عنده، بيطلع ناشئين. ومع بلباو كسب في ال4 سنين دول اول بطوله ليهم من 31 سنه في 2015 لما كسب برشلونه في مفاجاه كبيره جدا 4-0 في كاس السوبر الاسباني. في فورمه كان ادوريس ساعتها من احسن المهاجمين في العالم، رغم ان الراجل عنده 35 سنه وهو اللي وصله الفورمه دي. فالفيردي ماضي سنتين مع اوبشن ان هو يجدد ثالث سنه. الناس كلها بتقول طب هو الراجل ده هيغير في برشلونه هيعمل ايه؟ مبدئيا الراجل ده ما بيحبش يلعب 4-3-3، الراجل ده بيحب دايما يلعب 4-2-3-1 او 4-4-1-1. دايما لازم في السكند سترايكر او بلاي ميكر، في حد ساقط دايما تحت المهاجم. فهنشوف هنا في برشلونه هيعمل ايه، لانه في الحاله دي هيضطر يلعب بميسي في الحته دي، ولا هيجيب انيستا في الحته دي يودي ميسي يمين. بوسكيتس هيلعب جنبه مين؟ راكيتيتش، اندري جوميز. سامعين ان برشلونه بتزق جامد جدا عشان فيراتي، كان هو عايز اندر هيريرا من مانشستر، هو اللي طلعه اصلا في بلباو، وبعدين اندر هيريرا ما تفهمش بقى رفض مانشستر اللي رفضت، بس يعني الصفقه دي مش هتحصل، الحمد لله انها مش هتحصل. فهنشوف هيجيب مين في خط الوسط. فالفيردي لما سالوه طب ميسي احسن لعيب في العالم هتتعامل معاه ازاي؟ قال لهم ميسي ده انا خدام ميسي، ده انا ميسي ده انا لازم اهيئ له الظروف عشان هو احسن لعيب في العالم ولازم يحافظ على المستوى ده ويبقى مبسوط وهو بيلعب. سالوا فالفيردي قالوا له طب انت احساسك ايه انت بتدرب برشلونه، ده اول نادي كبير يعتبر قوي في مسيرتك يعني. قال لهم دي مسؤوليه كبيره بس مسؤوليه مش سهله، ومش زي ما الناس متخيله ان عشان برشلونه فيها كميه اللعيبه الموهوبه دي فيلا حيله بلا كده انا هعرف اكسب اي حاجه مش زي انريكي يعني. دلوقتي فالفيردي هو عنده كاريزما، اللعيبه بتخاف منه بس بتحترمه، ودي الحاجه اللي نجحها زين الدين زيدان. بس زيدان عشان اسم زين الدين زيدان، فالفيردي عشان تعاملاته مع اللعيبه بيعرف امتى يشد وامتى يرخي يعني زي ما بيقولوا. هنشوف الراجل هيتعامل ازاي، لان هو زي ما قلنا من كتر ما هو بيستخدم اللي في ايده بس هو كمان بيغير مراكز اللعيبه، اللي هو اوكي مش هعرف اشتري فلان، ممكن اجيب فلان ده اغير مركزه واخليه يلعب في الحته دي. وده اللي عمله مع فالنسيا لما باريخو كان اصلا اتاكينج ميدفيلدر رجعه تاني سي ام، كان عندنا ماتيو باك ليفت خلاه سنتر باك. قولوا لنا بقى يا جماعه مين اللعيبه اللي شايفين ان هم يمشوا مع طريقه لعب الراجل ده؟ مين اللعيبه اللي تخدم على الخطه والتفكير بتاعه؟ لان هو قال انا دايما هاخد وقت وباخد وقت في الانديه عشان اطبق الطريقه اللي انا عايزها. وقولوا لنا العكس بقى، مين اللعيبه الثانيه اللي انتوا شايفين انها ما تاكلش عيش خالص مع الراجل ده ولازم تمشي؟ قولوا لنا في الكومنتات ونشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.